بغيت نقول لك حاجه سي الوالي، انا اللي تلاقيتك في السور تاع المعوقين في سبتمبر العام اللي فات كي دخلت، تلاقيتك عند الباب تاع البرطاي، ما خلونيش نهضر معاك، وعاود وخرتهم وقلت لهم خلوها تفوت تجي تهضر معايا، لكن عاود رجل لا ميموار تاع العام اللي فات تاع 2024 تلاقيتك عند الباب وهدرت معاه، قلت لهم خلوها تهضر. انا وهدرت معك سيدي الوالي، قلت لي شي خاصك مدام، قلت لك انا عندي ولد معوق في السلطه معوقين تاع المركز بيداغوجي تاع الزغران، قلت لك عندي ولد عنده 16 عام، عندي براكه ما عنديش دار. وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع. من أبناء الثوار، احنا من بيت ثوار، بنت مجاهد معطوب حرب، نورمالمون يعطوني هذه السكنة تكريم للثوار. وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع باش نعميها في العدادة ما سمعتش، ما وليتش نراولي ساعة ما تسمعوا شوية دروك، هاي وأنا أسعى طبقا لتعليماته أن أكون موحدا ولا أقصي أحدا. 3 عائلات تقطن بحي 5 شارع مرزوق صالح القادوس المداح بوسط مدينة مستوانم، وتعيش معاناة ما قبلها ولا بعدها معاناة. أقسم بالله علي العظيم السيد الوالي أحمد بدوح يعيشون وسط مياه الصرف الصحي، ينامون ويستيقظون ويأكلون ويشربون، ومياه الصرف الصحي تتسرب من فوقهم ومن تحتهم، يومياتهم كحلة، وزادتها الروائح الكريهة حتى صلواتهم ال5. نسأل الله تعالى أن يتقبلها منهم. طاهر قسوس، مستوانم. السلام عليكم، أنا مدعو حناوي من صور، قاطن بولاية مستغانم، حي مرزوق صالح تجديد، قادوس المداح، المعروف بقادوس المداح. وعندي هذا النداء هذا عن السيد الوالي والسلطات المعنية، انها هو رئيس دائرة اللي راه متابع القضية تاعي، وهي الهدف الجدي والزاوج اللي راني ندير فيه دروك النداء هذا. وهذه العائلة راهي في ظروف مزرية، وللضرورة أحكام. أنا راني فت على الفيديو الأول وشتوني وريتكم، وشتوا هذه القنوات هذو اللي نتاع الصرف الصحي اللي غندير لي مشكل داخل الدار، اللي مانيش قادر حتى نبدل حوايجي ولا واش نصلي ولا ندير حاجة، ما نطيقش، ما نقدرش. حتى العبادة مع ربي نقطعتها معايا غير في الجامع، عايش في الجامع، ما نطيقش نصلي في داري كل يوم حتى ما عطوش. هذا براءة راهم قدامكم، هادو فاني راهم يعانوا، لا قراية لا مستقبل لا والو. هذه البنت هذه اللي راهي حدايا، هذه بنتي عندها 14 عام، راهي تسقط زوج خطرات علاه من هذه المعيشة اللي رانا نعيشوا فيها. احنا ما طالبين حتى حاجة، طالبين العيش الكريم. المواطن الجزائري عطاه الحق وقال له عيش الكريم. أنا الحمد لله يا رب العالمين فضلنا رب العالمين في هذه الدولة، فضلنا هي المفضلة في الولايات كاع وفي الدول كاع. راهي دولة الله يبارك ما شاء الله، ماشي كما كانت بكري. الحمد لله يا ربي عندنا رئيسنا، الحمد لله يا ربي راه واقف على وسهر على هذه البلاد وحاميها، والحمد لله يا رب العالمين. ما عندنا ما نقولوا. وشوف فينا سيد الرئيس وسيد الوالي أحمد بودوح، دكتور أحمد بودوح، شوف فينا بعين الرحمة، وحنا رانا نجدوا فيك ثاني مرة، هذه ثاني مرة نجد فيك. وراك شفت الفيديو الأول، وأنا نقارع وأنا في مدة 10 شهر و20 يوم ملي بدلنا هذاك النداء الأول. وهذا الزوج حتى انضريت، وصل المحمل العظم ما قدرتش لا غالب. لو كان راني قادر نعيش في هذا الدار نقول لك بلي قادر نعيش في هذا الدار ونصبر لك عام ولا عامين، بصح ما نقدرش. شفت غادي تشوف بعينيكم وتشوفوا الحيطان وتشوفوا كل شيء، حتى المرض ركبني في ولادي وفيا انا، مانيش نقدر نعيش. يا ترى هذه عيش كريم، ما نقدرش نوصل لك المعيشه حتى تجي عندي. لو كانت تجي تشوف انت معاينه، داروا لي واحد المعاينه 3 خطرات وما يجوا الشرطه، جات الباليس 3 فوا ولا 2 فوا. الحمد لله يا ربي كتر خيرهم، شوف قاموا بالمهام تاعهم على اكمل وجه، نشكرهم جزيل الشكر. الحمد لله يا ربي، ما قلت لكم حتى حاجه. حتى رئيس دائره ثاني وهدر معنا وهدر علينا وقال بصح شويه بقات في المده
اللي غادي نقارعوها شحال غادي نقارعو، شحال نجمو نصبرو ما طلبناش الله غالب. حتى لوينتا حتى لوينتا ما بان حتى حاجه. هذا هو المشكل اللي راني فيه. سيد الرئيس والسيد الولي الدكتور احمد بودوح، انت انسان خدام وما شاء الله، وانا قلت لك في الفيديو الاول ما عندي ما نقول فيك، ما عندكش عيوب ولا اشكال في العمل تاعك، راه يتمشى والناس راهم شاهدين عليك. راك شادوا عليك 40 بنادم راك تدخل الجنه، ما بالك انت مشاهدين عليك الوفات وملايين. بالك الجنه بالك تبارك ربي غيثا، بالك على ربي بالك. حنا محتاجين نضرب في هذه الدنيا في غير سكن ندخلوا فيه والسلام عليكم. هذه هي. عندنا هذه القنوات الصف الصحي هذو راهم دايرين لنا هنا مشكل هنايا، راهم يطبقوا لك الحيطان كما قلتوا فيهم في الحيط، هذا راه مشمخ. وعندنا في هذه الطاوله في الحمام ما نجموش نقعدوا فيها، الطاوله تاع الحمام ما نجموش بالله الريحه اللي نشموها حتى نديروا لي بافات. انا ولادي يرقدوا بلي بافات، تصدق ولا ما تصدقش؟ انتما ديروا لي بافات لما تخرجوا واقع السبيطار ولا يا وحنا دايرين في الدار معنا. حنا صحيح حنا الناس تشيريكو في حاجه، انا شيري بافات يقولوا لي الغاشي ما دير بهم، هذو لي بافات تاع الراب تاع لي بافات ما دير بهم. يا ولدي نقول لهم ما نقولش الشكوى اللي عندي فضيحه. ما قدرناش نحضروا، نقول لهم في ديارنا راه عندنا هذا الصوالح كيما في ديارنا ورانا. والله العظيم لا عيب وعار، وحنا في دوله عظيمه كيما هذه والله لا عيب وعار. ما نقدرش نهضر، هذا الدراري ما طاقوش مساكين، راهم مضرارين والله ما طاقوا. هذا كبير المعاق، هذا مسكين، هذا معاق ذهنيا 100% راكم على بالكم به. هذا فاني مسكين راه يعاني حالة، عنده خالل في راسو وزاجو فاني الالرجي، تسمى الامراض راهم يتراكموا عليه دروك. تقول لي انا عاطل على العمل ما نخدمش، بصح شو راني نداوي في 4 خطرات، راني نداوي عليه 4 خطرات دروك، كنت نداوي عليه خطره واحده على راسي، راني نداوي عليه 4 خطرات. ما بالك انت كثر خير المحسنين لا واقفين معايا في السبيطار والدواء باطل وكاع. الحمد لله يا رب العالمين، ربي يدير سخر الرجال، دار الرجال الحمد لله يا رب العالمين، الحمد لله. ها ما يستاهلش السكن، هذا ما يستاهلش السكن، ما عندوش الحق، هادو ما عندوش الحق. احنا الجزائريين ورانا مضامنين مع هذه الدوله مهما كان، وما سمحناش فيها، كنا في العيشيه السوداء وما سمحناش فيها، وقعدنا وانا هذا ثاني كنت فوت فيهم 4 سنين، انايا 3 سنين انا فوت فيها تما، درت 3 اشهر وطار، وقعدت في سبيل بلادي على جال بلادي باش نحميها في الحداده ما سمعتش، ما وليتش نراولي. بصح ما تسمعوش فيا دروك، هاي بزاف ما هذاك الزيت تاع الصح، انا بزاف كيما بلادنا في الجزائر ما نسحقوش، ما عندناش السكن بزاف. كاين شي واحد انا في 2025 كانوا ساكنين. انا مدعوه هواريه الساكنه بحي قادوس مداح، حي مرزوق صالح رقم 5. حنايا رانا في الهش، سكنات الهش، كنا حامدين ربي وساكنين يطرطق علينا التيو تاع قادورات راهي يسير عند رسالنا، والصوره راهي تعبر على نفسها. حنا ناس رانا نجدوا في السلطات العليا، رانا من سكان الجزائر، من ابناء الثوار، حنا من بيت ثوار، بنت مجاهد معطوب حرب. نورمالمون يعطوني هذه السكنه تكريم للثوار، ماشي تجرجير، رانا نتجرجروا حيوان وما يعيش العيشه اللي رانا عايشين فيها. رانا عايشين والزيقو حتى كنباتوا نقوا، الناس بات راقده وحنا نباتوا نقوا في اللي يزيقوا. الريحه ما نطيقوا ناكلوا، تأزمنا، ولادنا مرضوا نفسيا. انا ولدي جامعي ما ولاش يطيق يقرا، ما ولاش يطيق يخدم، نخمو غير بالك اليوم نرقدوا، بالك يطرطق علينا، بالك اليوم نرقدوا. الله يلعن الشيطان، رانا في وضعيه يرثى لها، والصوره تعبر على نفسها. وجاو شافونا وداروا لونكات وقالوا ما كاش خدمه، ما نطيقوش نخدموا لكم، الحل الشهوان. والصوره راهي تعبر على نفسها، وما عندنا ما نهضروا، هضرنا وعيينا، انا عيانين ومرضى، الناس تشري في الماكله وحنا نشرو غير في الدويه. الله غالب ديروا لنا حل، نجدوا السيد الرئيس تبون يدير لنا حل. حنا اولاد مجاهدين عندنا حقوق، نورمالمون ماشي حتى نوصلوا لهذا الموصل اللي رانا فيه. الله غالب ما طقناش، عيينا تحطمنا، ما لناش طايقين نهضروا. كل
كل شي درناه، خرجنا رحنا عند الشاب دايره، شافونا وعدونا، الله غالب شبه نزيدو نديرو. راني تعبر على نفسها. الله غالب. انا من الروسي تاعي من 2004 الناس دات وسكنت، وانا راني غير ندور مع الساكن. حياتنا كومبلي وحنا رانا غير مع الساكن. الله غالب. وعود كل خطره يوعدونا غير نروحوا غدوه، ما الله غالب. صاي وين باين نزيدو؟ ما بعد رانا راقدين في ليزيكو، وين باين نزيدو؟ ما طيقش حتى تفوت عليه، ماشي حتى تسكن فيه وتاكل فيه وتشرب فيه وترقد فيه، باش تفوت عليه ما طيقش. الله غالب. ما عندنا ما نقولوا. لا غالب يديروا لنا حل، يهضروا معانا، يقيمونا، يعطونا امل، يعطونا رد، يعطونا وعود. شو الحل تاعنا احنا دروك؟ انا السيده حناوي توثيه، زوجة حناوي نصار. انا نسكن في قادس المداح، في شارع مرزوق صالح. انا ساكنه هنا في مده 8 سنين، داخله في مده 9 سنين. انا هنا ساكنه في هذه البراكه، نقولها براكه. كبرت فيها ولادي، جبتهم صغار، كبرت فيها ولادي هنا 9 سنين، وانا ساكنه في دار. هذه الدار تاكل فيها وتشرب فيها وترقد فيها. حاجه درك انا مع الزيقو، انا الزيقو في الحيطان. انا عمري ما شفت حيط يرش عليك حاشاك البول، يرش البول، يقيس البول. انا نقولها هكا صراحه سيد الوالي، سيد بودوح، لاك تسمع فيا، نوجه لك النداء ليك، رئيس الدائره، على باله بيا، سيد بودوح على باله بيا تاني. نوجه لك نداء، انت انا ناشد فيك، انت بات تفرج عليا، تخلي واحد في بلادك هنا راك والي على ولايه مستغانم، راقد مع الزيقو، حاشاك راقد مع البول، ونظل نسيق فيه وعايشه بالجافيل. انا نحك الحيطان، تشوف الحيطان كي دايرين هادو، نحكم بالجافيل يوميا نحكم بالجافيل، نحكه الصباح وحشيه يسيل. هذا مريض ديفوا ما يطيقش حمان النار تشعل هنا، طولة في طولة ساكنه، الحمان النار تشعل، في الحمان هذه النار تشعل. نقول لك كي ما طيقش تقعد، بصح اوبليجي عليا، ما عنديش وين نروح، اني ساكنه فيها وقاعده فيها ونقعد فيها. هذا الحمان ياكله، تشوفيه كي داير، هذا مريض ما يستحملش الحمان، ما يستحمل حتى حاجه. ترقده على لاص الزيكو، ترقده فوق، دير له الحاف فوق الزيكو يرقد عليه. هذا يصير كيما هكا، يوميا يصير كيما هكا. ورسلت لومباليز جات شافته، واللونا جات شافته، واللجنه جات شافتهم، صح قالك لا حياه لمن تنادي. كاش اللي شاف ليا، كاش هذا الزيكو راه يصير زعما ما نقولوا سباله، وراه يتصير في الدار وراقده معاه سباله، تصير يوميا. يقول لك يوميا صباح عشيه يسيل هذا الماء، تعيا تنشف فيه، تعيا تسيح فيه، تعيا تنقي فيه، ما يتنقاش، باسكو علاه يسيل اليوم كاع النهار ويسيل، ويخرج منه حتى الباب، حتى الكولوار، حتى الزوقه، وكاع الدنيا على بالهم الوسخ اللي يخرج عندي. انا اللي يجي يدخل عندي يعفس الوسخ، ويدخل هكا يعفس في تردا، ما عييت نسيح في الله غالب. قال لك والله ما طيقش تخدميها، قلت لهم خدموها لي، قالوا لي ما طيقش نخدموها. الحل تاعي وين راه هنايا، انا ما نخدمش كي انا راني ساكنه سيدي الوالي، انا راني تحت جبل في قادش المدح، تحت جبل، الجبل فوقي وانا راني تحته، هذا الرقاد تحت الارض، هذا الجبل تحت الارض، راني الدار هذه راهي تحت الارض، كاع تحت الارض، في جبل قادش المدح. باه نزيد نفهمك سيدي الوالي، والبارك فوقه، البارك راه فوقه تاع العصا. صافي انا تحت الارض، تحت العرصه، تحت البارك تاع العصا، باش تفهم وين راني اكزاكت. كي تطلع ترقب فوق البارك تشوفني انا تحت الارض، راني تحت كاع، باش تفهمها اكزاكت، باش نفهمها لك سيدي الوالي بلي انا وراني ساكنه اكزاكت، تكون على بال وراني اني تحت الارض. والزيكو يسيل زعما شابين. بغيت نقول لك حاجه سيدي الوالي، انا اللي تلاقيتك في الصوت تاع المعوقين في سبتمبر العام اللي فات كي دخلت، تلاقيتك عند الباب تاع البرطاي، ما خلونيش نهضر معاك، وعاود وخرتهم وقلت لهم خلوها تفوت تجي تهضر معايا. لكن عاود رجل لا ميموار تاع العام اللي فات تاع 2024 تلاقيتك عند الباب وهدرت معاه، قلت لهم خلوها تهضر. انا وهدرت معك سيدي الوالي، قلت لي شنو خاصك مدام؟ قلت لك انا عندي ولد معوق في السلطه معوقين تاع المركز بيداغوجي تاع الزغران، قلت لك عندي ولد عنده 16 عام، عندي براكه ما عنديش دار. اسكو هذا الانسان ماشي حتى هو مريض، هو عنده حق
عنده حق 100%، عنده حق هذا الانسان عنده حق. بصح حنايا 5 بنيادم في براكه ساكنه، نقعد فيها وناكل فيها ونشرب فيها، ما عنديش حق في السكن في هذه البلاد؟ انا ما عنديش في الدوله ما عندي حتى حق؟ لا ما عنديش حق. سيدي ولي قولها لي، قولي انت ما عندكش حق مدام. بصح عندي حق. قلت لي عندك حق، وقلت لي ندير لك رساله من عند الوالي ولايه مستغل من الشارع الدائره، هكا نقولها لك ما تفهمش قلتها لي. قلت لي ندير لك رساله من عند الوالي ولايه مستغل من الشارع الدائره، هو يشوف الحاله تاعك، تدخل مدير على داس، قال لك انا اللي نشوف لها الحاله تاعها، راني ناكد لك مدير على داس واسيط معاك والشارع الدائره معاك، كانوا هادو كاع واقفين ومدير على داس واقف، وقال لي انا اللي قال لها انا اللي نشوف لها الحاله تاعها. مي مدير على داس نقولها لهم، مني الشاف دايره شاف لي وعلى باله بيا، على باله بيا الشاف دايره كي يشوفني يعرفني شكون، يعرف ولدي تاع الشاف دايره على باله بيا، الوالي على باله بيا، صافي نقول كيما نقول لك الاداره كامله تاع الدايره على بالهم بيا. بصح لا حياه ولا من دون هذه، والله لا عيب وحده في 2020 ساكنين براكه كيما هكا، عيب علينا والله لا عيب يا سيدي الوالي، عيب كبير. انا ساكنين في غلبه في كيما واش نقول لك عمري ما شفت انا 5 بنيات ما عادش في زيكو داك ديال حداه، هذه والله ما تصور في البلاد، عمرنا ما تصور 2020 رانا عايشين كيما هكا. ها انا شفنا الجزائر تقلد، قالوا الجزائر جديده، الجزائر جديده مازلنا ساكنين مع يحاجك مع الاخر. وسأسهر شخصيا على أن أمد يدي إلى الجميع وأن أسعى طبقا لتعليماته أن أكون موحدا ولا أقصي أحدا.